هلا حبيباتي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير تشوفون فيديو اليوم راح اسوي كيك بالمربى. المواد اللي نحتاجها بسيطة جدا. نحتاج 3 أكواب طحين. هذا طحين منخول وجاهز، حتى لا يطول عليكم الفيديو اختصرت هاي الخطوة. ونحتاج مربى مشمش، تين، اي مربى حابيها، اي نوع تحبون مربى استعملوه. هاي مربى مشمش، طبعا هاي بالبيت سويتها، زي ما تشوفون هاي العلبة مال نسكافيه سويتها بالبيت مربى مشمش. وزيت راح نحتاج السكر، راح نحتاج بيض، واكيد البيكنج باودر. فهسه خلينا نبلش حتى لا يطول الفيديو. هذا الطحين منخول وجاهز، خليه على صفحة. هسه راح احتاج الى وعاء او اي شيء حتى اخلط المواد السائلة. خلينا نبلش. طبعا بيض 3 بيضات. بسم الله. هسه راح اضيف بنات 3/4 كوب سكر. بهذا الكوب 3/4 كوب سكر راح اضيف. هاي البنات مثل ما تشوفون 3/4 كوب سكر. الزيت نصف كوب زيت، مثل ما تشوفون نص كوب زيت. هسه بنات راح اخلط المواد. البيض 3، نصف كوب سكر، نصف كوب زيت عفوا، 3/4 كوب زيت. طبعا بنات ونسيت اذكر الحليب ما اعرف استخدمه او ما استخدمه حسب العجينة، راح تشوفون هسه. هذا الحليب. خلي اكمل خلط. هذا شكل بنات، اتاكد انه كله اختلط زين. هسه راح اضيف البيكنج باودر. طبعا البيكنج باودر انا استخدم علب، بس مرات استخدم هاي الاكياس، فراح استخدم هذا الكيس لانه العلبة خلصت. هذا الكيس ملعقة واحدة، ملعقتين بيكنج باودر. هسه بنات هذا جهز الخليط. هسه راح اضيفه على الطحين. راح اشوف اذا احتاجت حليب راح اضيف، اذا ما احتاجت حليب راح اكتفي بس بهذا، لانه المفروض يكون قوامها ثخين او سميك. هسه بنات راح اضيف شوية حليب وراح اعجنه بايدي. طبعا راح تستغربون بس هي هاي طريقته. هسه راح اضيف حليب. راح اضيف شوية حليب لان العجينة لازم تكون متماسكة مثل ما تشوفون. بنات وهذا شكل العجينة مثل ما تشوفون. هسه راح اجيب القالب وراح اسويها امامكم. طبعا هي هيك تكون كلش هشة العجينة، مو نسويها سائلة، لا ديش طريقة تختلف. هسه راح اسوي امامكم. راح اغسل ايدي بنات وارجع اجهز لكم القالب وياكم. وهاي بنات رجعت لكم. طبعا هذا القالب دهنته بزيت او بزبد اللي متوفر عندكم، دهنته. فهسه راح اقسم العجينة قسمين مثل ما تشوفون. هذا الشكل. هسه راح افرشها بالقالب. استخدم ايدي احسن. طبعا هنا بنات اذا تحبوها ثخينة، اذا تحبوها خفيفة، يعني حسب كيفكم. وبهذا الشكل بنات مثل ما تشوفون اصبحت. هسه بنات راح اضيف المربى. طبعا مثل ما قلت لكم اي نوع مربى حابين استخدموه. انا هاي المربى سويناها بالبيت، مربى مشمش، راح استخدمها. والكمية ايضا حسب الرغبة. وبنات يطلع كلش طيب هذا الكيك، اتمنى تجربوه.
وتكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. وهاي بنات مثل ما تشوفون حطيت المربى. هسه بنات راح استخدم الرندة او البعض يسميها المبراشة اللي تسموها، راح استخدم العجين بيها. طبعا راح اسرع الفيديو حتى لا تعكس صورتي، فراح استخدمها امامكم. هالشكل اخذ قطعة من العجينة اسويها، راح اسويها بالرندة او المبراشة اللي تسموها، فراح اسرع الفيديو حتى لا يعكس الصورة، وايضا حتى لا يطول الفيديو عليكم. وهاي بنات مثل ما تشوفون هذا كملته، القالب جهز عندي. طبعا بقت شوية عجينة فراح احطها بقوالب سيليكون. هذا راح ادخل الفرن على درجة حرارة 150، طبعا فرن كهربائي، وما تتأخر تستوي الجو اول مرة وبعدين اشعل فوق. فهذا شكله، خليني اقرب لكم اياه مثل ما تشوفون. هذا شكله. هسه راح اسوي القوالب السيليكون بنات، راح استخدم 2 قالب على شكل ورود. راح اشوف العجينة راح تكفي 2 لو وحدة. ايضا نفس الطريقة. وهاي بنات شكل مثل ما تشوفون راح ادخلها الفرن على درجة حرارة 150، فرن كهربائي، واول مرة يستوي الجو بعدين يستوي الفوق، وان شاء الله من تطلع اشوف لكم اياها. وهاي بنات مثل ما تشوفون دخلت الفرن، راح انتظر الى ان يستوي بدرجة حرارة 150. شعلت الجو اول مرة وبعدين يستوي راح اشعل فوق. وبالنسبة للقوالب السيليكون طبعا ما كفت لان تعرفون فرن صغير، من يستوي هذا راح احطهن. وهاي بنات مثل ما تشوفون هذا شكل النهائي بعد ما استوى. هذا ان شاء الله يعجبكم وتجربوه. وهذا القالب ايضا مثل تشوفونه. وهاي بنات مثل ما تشوفون هاي العجينة اللي بقى من الكيك، وسويت بيه القوالب الصغار على شكل ورود مثل ما تشوفون، اللي هو هذا. طبعا هذا شكله بهالشكل يكون من الخلف، وهذا شكل الوردة مثل ما تشوفون، وايضا هذا شكل الوردة، وايضا هذا شكله من الخلف مثل ما تشوفون. شكله كلش حلو، ما ادري واضح عندكم بهالشكل او بهالطريقة. ان شاء الله يعجبكم. وهذا كان نهاية الفيديو. لا تنسون تزورون قناة اعمال افكار يدوية وقناة ندى بيوتي، راح تكون الروابط بصندوق الوصف. مع السلامة.